السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيك الزبادي، وكيك الزبادي كيك مش عادي. عايزة اقول لكم طالعة ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. المسامات بتاعتها ضيقة قوي وهشة وخفيفة وطرية، حاجة كده وهم. اول ما هتجربيها ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها ابدا. وكمان صوص الزبادي الروعة جدا اللي هنعمله اثناء الوصفة واحنا شغالين. تمام، شايفين الكيك بتاعتنا واخدة اللون الذهبي. عايزة اقول لكم طعمها مختلف عن اي كيك بجد. لو اول ما هتجربيها بجد هتنبهري بيها، وكمان مش هتبطلي تعمليها. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل علشان أول ما أنزل أي وصفة يوصلك مني شعار إن نزلت وصفة جديدة. وكمان ما تنسيش اللايك الجميل علشان الوصفة تستاهل لايكات كتير. ويلا بينا نبدأ في المقادير. عندي هنا كوبايتين من الدقيق من الأكواب المعيارية أو المج العادي بتاع الشاي بتاعنا اللي في البيت، كوبايتين، وعليهم 1 بيكنج باودر وهننخلهم كويس جدا. احنا عارفين انه نخل الدقيق مع البيكنج باودر ده عامل مهم من عوامل نجاح الكيك. تمام. عندي هنا كوباية كبيرة من الزبادي حوالي 250 جرام. عندي هنا برضو كوباية من الزيت برضو 250 ملي أو 250 جرام. تمام. عندي برضو كوباية من السكر. تمام. الثلاث مقادير بتوعنا دول قد بعضهم. نفس الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي عايرنا بيها بقية المقادير. هنضربهم كويس جدا في الخلاط. وصفتنا النهاردة هنعملها كلها من الأول للآخر كده في الخلاط. ضربنا الخليط كويس جدا مع بعض. ده صوص الزبادي بتاعنا اللي هو عبارة عن الكوباية من الزبادي وكوباية من السكر وكوباية من الزيت. تمام. أخدنا منهم كوباية بعد ما خلطناهم وضربناهم كويس مع بعض في الخلاط. هنزل عليهم ب3 بيضات. بقية الخليط هنزل عليه ب3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. برضو انه البيض لما يكون بدرجة حرارة الغرفة ده عامل برضو من عوامل نجاح الكيك. عليهم ذرة من الملح، وكمان 2 باكو او معلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. هنزل كده فيه بالخليط السائل بتاعي في بولة، وهنزل عليه بالدقيق اللي هم كوبايتين والبيكنج باودر. ما تنسوش يا جماعة ذرة الملح لانه بتعزز عندي الطعم وبتخليه الطعم يعني جميل قوي قوي. مش تحسي انه الكيك مسكر وبس، لا تحسي فيه طعامة لذيذة في الكيك او الحلويات كلها. عندي الطاجن بتاعي او القالب بتاعي مقاس 24، وبراحتك خالص عاوزة تقللي او تكبري يعني في حجم الكيك يبقى هتقللي او تكبري في حجم القالب بتاعنا. تمام. بس كده اديته دهنة من السمنة او رشة من الزيت او الزبدة، وهنزل بمعلقة صغيرة من الدقيق. هبطنه بالدقيق وممكن نستغنى عن خطوة الدقيق دي، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنديه خبطتين وهندخله على درجة حرارة في الفرن تكون مسخنة مسبقا. درجة حرارة 280، لا 180 يا جماعة 180 لمدة نص ساعة. تمام. القالب ما حطيتهوش مباشرة كده في الفرن، حطيته على صاج فرن او صينية فرن ألمونيوم. تمام. علشان ما يتحرقش معايا. طبعا من عوامل نجاح الكيك برضو ان احنا نسويها في الألمونيوم لانه بتديها طبعا لون وبتسويها كويس جدا. تمام. بس كده القالب انا حطيته في طاسة ألمونيوم عادي جدا ودخلته الفرن على درجة الحرارة 180 لمدة نص ساعة بالظبط. هياخد معاكي كمان الكيك اصلا دائما بياخد من 30 ل 35 دقيقة في الفرن على رف اوسط. طبعا مش هنفتح شواية ولا يعني مش هنفتح عليها من فوق ولا هنفتح المروحة. بس كده هيبقى شغال من تحت وبتطلع معاكي بالجمال والروعة دي. طبعا سبتها هديت شوية، نزلت عليها بصوص الزبادي الكوباية اللي احنا اخدناها من الخليط في الاول خالص. عاوزة اقول لكم الكيك طالعة ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة، هشة وطرية وباينة اهو في الفيديو جمالها بجد يا جماعة. والله التصوير ظالمها.
من كتر جمالها والهشاشة بتاعتها، وخفيفة قوي وطعمها لذيذ ومختلف عن كيك الحليب اللي دايما بنعملها. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة، وكمان ما تنسوش تشاركوها مع اخواتكم وحبايبكم واصحابكم علشان يجربوا نفس الوصفة الجميلة الروعة دي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، استمتعوا بيها وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.